السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا لاباس، واللي مرض ربي يشافيه، واللي عنده حاجه متمنيها ربي يقضيها له في اقرب وقت ان شاء الله. بالمناسبه القناه تاع مطبخ ميني ساكوتر تغير ان شاء الله الحاجه المليحه، وراح يكون هو مطبخ تاع السكريين، يعني راح نديروا كل ما يسحقه اطفال السكر في هذه القناه ان شاء الله. اليوم راح نروحوا للقرنفل والفايدة تاعو. القرنفل واش راح نقولوا عليه، واش يحتوي، واش من الفايدة تاعو. القرنفل يحتوي على الالياف، عنده فيتامينات، عنده معادن، عنده الكالسيوم، عنده كربوهيدرات والياف وفيتامينات، قلنا مثل فيتامين كا، فيتامين جي. عنده بزاف حوايج، كما انه منخفض السعرات الحرارية، وعنده فوائد بالبزاف. صح، الفوائد تاع القرنفل لا كما نقولوا لا تعد ولا تحصى. من بكري من جدودنا وحنا نستعملوا القرنفل، ما كانش في الدار ما تقولكش ما استعملتش القرنفل، سواء مطحون سواء حب. صح. واذا مضغنا حبه تاع قرنفل صباح ودرناها في فمنا مده طويله، وهذاك الماء تاعها نمسوه، واش راح يعطينا؟ على بالي اللي ماشي موالفينو يجيه شويه طعم غريب في الاول، مي من بعد خلاص راح يتبدل ويولي يتحمل صدقي، خلاص يوالفو، يولي كل يوم يقدر يتناول هذيك الحبه تاع القرنفل الصباح، تجيه يعني خلاص حاجه عاديه ويتعود عليها. سورتو كي يعرف باللي القرنفل وش يدير، راح تكون عنده ذاكره قويه جدا، عنده قلب من حديد، يعني قلب حديد صحيح. عنده الصدر تاعو نظيف مسعلة، والكحة هذيك الناشفة، والبلغم تاعو تاني يتنظف. عنده المفاصل تاعو تكون ممتازة، ينظف البطن المعدة من الجراثيم الميكروبات، وينحي لها البكتيريات، يعني تكون المعدة تاعك نظيفة 100%. نستعملوه بزاف كي يوجعونا اسناننا، مسكن الآلام الأسنان، ومليح يعني الحساسية والالتهاب اللثة، والفم يكون تاعك نظيف وعنده رائحة جميلة. مشاكل اللي عنده المشاكل في الكبدة والطيحة والكليتين راح تاني يساعد على يعني منع هذا التطور المرض فيه. مقوي للنظر، يذهب غواش العين، يعالج التهاب الحنجرة واللوزتين، وسورتو رانا في الوقت دوكا اللي راه بزاف الولاد صغار مرض بهذا المرض هذا. وبالنسبة للسكر يخفض نسبة السكر والضغط العالي تاني، يعني الله يبارك عنده بزاف فوائد. راح نعكسهم وش نقولوا المشاكل تاني اللي عنده العقم، ضعف القلب، الروماتيزم القلب، الربو، الضعف الجنسي، عسر الهضم، ضعف الذاكرة وسوء الفهم مليح تاني بزاف. اللي عنده الغازات، اللي عنده ضعف العضلات، اللي عنده التبول لا إرادي وسلل البولي اللي عند الأولاد، اللي عنده ضعف النظر، تعب العينين، ضعف الدورة الشهرية، حب شباب، اللي عنده مستوى السكر تاعو مش منتظم، اللي عنده نزلة البرد، اللي عنده الآلام في الحلق والالتهاب اللوزتين، وسورتو تاني اللي عنده القلق والاكتئاب، واللي عنده الحالة النفسية تاعو مضطربة، ويعالج تاني البواسر. يعني أنا عكسنا، قلنا منا المليح ومنا اللي عنده الأمراض هادو. عنده قلنا الحديد، المغنيسيوم، فوسفور، صوديوم، كالسيوم، بوتاسيوم، فيتامين مش من نوع، كاين فيتامين أ والسي والكا تاني. صح، في هذه الحالات نقدروا نشربوه، نقدروا ناكلوه صباح، قلنا واش يعالج، ونقدروا نديروه تاني مطحون، يعني نطحنوه ونديروه مغرفة في كاس تاع حليب ونشربوه، يعني في ناكلوه صباح على الريق، يا نديروه مغرفة في كاس حليب نطحنوها تكون مرحية مليح ونشربوها. هذه الفوائد تاعها تاع القرنفل اللي بزاف الناس يقول لك حنا جيس نديروه للنكهة، نكهو به الطمينة ولا المقراط، ولا نديروه فوق رشتة للديكور، ولا فوق طعام. إيبا القرنفل مليح بزاف اللي عندهم السكر، يحسن مستوى السكر في الدم. ان شاء الله المعلومة هذه لحقات واستفدتوا منها. نتلاقاو في ساعة الخير، وسلام.